السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم عثمان الحراق، احد مؤسسي مقاولات بيب بيب يلا. بيب يلاه نقدروا نقولوا بلي هي اول تطبيق ولا اول مقاوله اللي 100% مغربيه واللي ساهمت في تطوير الفكره ديال الكوفواتيراج او السفر التشاركي في المغرب. في هذه الحلقه عثمان الحراق قدر بصعوبه يقنع المستثمرين ويكسب الثقه ديالهم باش يستثمروا فلوسهم في بيب يلاه. 400,000 درهم مقابل 4%. المستثمرين عجباتهم الفكره ديال بيب يلاه وبغاو يستثمروا فيها، ولكن قبل غادي يسولوا عثمان شي اسئله واللي من بينهم شنو اللي كيضمن السلامه ديال المستخدمين ديال التطبيق، وشحال من واحد كيستخدم التطبيق بشكل يومي. وعثمان غادي يقدر يجاوبهم على هادشي كله بسهوله. ولكن سؤال واحد اللي كان شويه صعيب ومعقد هو السؤال ديال طارق، واللي قال ليه شنو اللي كيضمن لينا ان المستخدمين غادي يعاودوا يستخدموا التطبيق الا وقع لهم شي مشكل. J'aime pas poser cette question. لا بيان سور. او لا ما نبغيش يكون بلاصتو. من بعد نقاش طويل عثمان غادي يقدر يقنع 3 ديال المستثمرين واللي غادي يشرحوا عليه العرض ديالهم، واللي كان 500,000 درهم مقابل 5% من اسهم الشركه. عثمان غادي ياخذ شويه الوقت ديالو وغادي يمشي يستشر مع الشركاء ديالو. في الاخر غادي يرجع وغادي يكون وافق على العرض اللي قدموا ليه المستثمرين. حاليا اواخر 2024 بيب يلاه غادي توصل اكثر من 100,000 تحميل على بلاي ستور مع تقييم ديال 3.7.